سمعنا من بعض الناس أو من كتابات بعض الجهال أنهم يقولون تعلمون الناس التوحيد وهم مسلمون. هم مسلمون، ما يحتاج تعلمونهم التوحيد. نقول نعم مسلمون، لكن كثير منهم لا يفهمون التوحيد، ما يفهمون التوحيد وهم مسلمون. فيجب أن ينبه، أول من ينبه المسلمون على هذا، أن يصححوا عقيدتهم وأن يفهموها أولا. أظن كثير من الناس ما يفهمون العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما أرسله لمحاصرة اليهود في خيبر، قال له امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة اليهود قريبا منهم يسمعونك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. بس ادعهم إلى الإسلام؟ لا، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هو الإسلام فقط، كل يدعي أنه على الإسلام. الرسول ما اقتصر على هذا، ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو تسأل كثير من المسلمين تقول له ما هو الإسلام، ما يفهم الإسلام. هذه مشكلة، ما يفهم معنى الإسلام، مسلم وبس. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فيجب أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه، وأن نكثف دراسة العقيدة في مساجدنا وفي مدارسنا وفي اجتماعاتنا، لأنها هي الأصل والأساس الذي نبني عليه ديننا. ليس العبرة بكثرة العبادة وكثرة الدعاء وكثرة، العبرة بالأساس الصحيح، فهم العقيدة فهما صحيحا حتى يبني عليها دينه ويكون مسلما حقا، لا مسلما بالادعاء. الميت إذا وضع في قبره ودفن في التراب وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، منصرفين، يأتيه ملكان منكر ونكير، يأتيه ملكان من قبل الله سبحانه وتعالى فيجلسانه. الله على كل شيء قدير. تعاد روحه في جسده، يحيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تعاد روحه في جسده ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، 3 مسائل. فالمسلم المؤمن الذي فهم دينه وتعلمه يقول ربي الله، تعلمه وعمل به يقول ربي الله، والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له صدقت، فيؤتى بفراش من الجنة
ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها، ويوسع له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره. لما نجح في السؤال وأجاب جوابا صحيحا حصل على هذه النعمة العظيمة وهذه البشارة. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما المنافق وهو الذي أظهر الإسلام في حياته وهو لا يعرف الإسلام ولا يحرص عليه، وإنما أظهر الإسلام ليعيش بين الناس بين المسلمين، إذا قالوا له ولو كان متعلما مثقفا وقرأ الكتب يغيب عنه هذا في هذا الموقف. إذا قالوا له من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما دينك؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له لا دريت ولا تليت، لا دريت بنفسك ولا تليت يعني اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعت خلفاء الرسول والعلماء. لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، ما هو بعصا، مرزبة من حديد يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات، نسأل الله العافية. الأمر خطير جدا، والعقيدة مهمة، معرفتها والعمل بها هي النجاة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال قل لا إله إلا الله، قال اعلم، تعلم معناها ومقتضاها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا هو سبيل النجاة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأمر العقيدة أمر مهم جدا، يجب أن نتدارسها ونتعلمها ونعلمها ونورثها لمن بعدنا حتى نحصل على هذه الكرامة إذا وضعنا في قبورنا وسئلنا عنها في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 3 أسئلة. فلا بد أن نهتم بالعقيدة. بعض الناس وسمعناهم وقرأنا ما يكتبون يقولون الناس مسلمون، يدرسون المسلمين العقيدة، والناس مسلمون. لو سألنا هذا ما هي العقيدة ما يعطيك فائدة. هل يقول تعلمون الناس العقيدة وهم مسلمون؟ لو سألت عن العقيدة ما أعطاك فائدة. تعلمونهم العقيدة وهم مسلمون، هم أولى أن يتعلموا العقيدة. المسلمون أولى أن يتعلموا العقيدة ليعملوا بها ولتكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس بالسهل ولا بالهين، الأمر عظيم جدا.
ولكنه سهل على من صحت نيته وعزيمته واهتم بعقيدته وتعلمها ولو بطريقة مختصرة، ولو بمختصر من العقيدة يحفظه ويدرسه ويعرف معناه، هذا خير كثير. ولهذا العقيدة مبسطة، كتب العقيدة مبسطة، منها ما هو مختصر للعوام والمبتدئين، ومنها ما هو مبسط ومطول للعلماء والمتعلمين. فيجب الاهتمام بهذا الأمر العظيم. أنت ذاهب إلى الله اليوم أو غدا، وتنزل في قبرك وفي لحدك، أول ما تنزل يأتيك الملائكة ويسألونك، فماذا أعددت من الجواب؟ لا بد أنك تهتم بهذا الأمر وتعيش عليه، تموت عليه، تتمسك به، وهو أمر ميسر لمن يسره الله عليه. فالأمر مهم جدا علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يهتموا بهذه العقيدة ويتواصوا بها ويدرسوها لأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد المسلمين. الحمد لله في مدارسنا هذه العقيدة مقررة بكتب مبسطة على حسب المراحل، ابتدائية ومتوسطة وثانوية ودراسات عليا، كلها العقيدة معنا من الابتداء إلى الدراسات العليا وفي المساجد وفي المجالس. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى غفل عنها الكثير ممن يدعون الإسلام، ولكن الموعد قريب، الموعد في هذا القبر حينما توضع فيه، فلنتأمل هذا ولنستعد لهذا الأمر، ونعرف أن العقيدة هي رأس الإسلام، وهي رأس الأمر، وهي التي بعث الله بها رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كله طاغوت. إذا كان راضيا بهذا فهو طاغوت، أما إذا عبد وهو لم يرضى بهذا وكان ينهى عنه في حياته فليس هو الطاغوت، وإنما الطاغوت الذي أمره بهذا. وإلا فالملائكة عبدوا والأنبياء عبدوا والصالحون عبدوا، ما نقول إنهم طواغيت، لأنهم لم يرضوا بهذا وكانوا يجاهدون عليه في حياتهم، فهم ليسوا طواغيت، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بهذا وزينه لهم، وهو الشيطان. فالأمر مهم جدا، علينا أن نهتم بهذه العقيدة وأن نبينها للناس ونشرحها وندرسها ونحفظها لأولادنا ولإخواننا ولطلابنا، لأنها هي رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا هو الإسلام.
فرأسه الإسلام وهو العقيدة، وعموده الذي يقوم عليه الصلاة. ولهذا لا دين لمن لا يصلي ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لم يأتي بعمود الإسلام الذي يقوم عليه. البيت لا يقوم إلا على عمود، وعمود الدين هو الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالواجب الاهتمام بأمر العقيدة، السؤال عنها وتعليمها. كانوا إلى عهد قريب يسألون الناس في المساجد، العوام يسألونهم بعد الفجر، كل واحد عليه الدور يوم: من ربك وما دينك ومن نبيك. يسألونهم، عندهم عقيدة مختصرة يحفظونها ويسألونهم عنها. ولكن هذا فقد الآن، ونرجو أن يعود إن شاء الله، وأن يهتم المسلمون بأمر عقيدتهم التي هي أصل الإسلام، وهي الدين الحق، الدين القيم. وهذا ميسر لمن اهتم بالأمر وسأل وتعلم، سهل يسير على من يسره الله عليه وتسبب في معرفته والعمل به. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نتواصى به، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 مسائل في هذه السورة العظيمة الوجيزة. الذين آمنوا، هذه العقيدة، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل. لم يقتصروا على أنفسهم، تواصوا بالحق، دعوا إلى الله ونشروا هذه العقيدة. تواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس يحتاج إلى صبر، لأنه سيلقى تعبا ويلقى ملامة ويلقى تجهيلا وتوبيخا، لكن يصبر على هذا. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. 4 مسائل إذا قام بها المسلم فإنه ينجو من هذه الخسارة، خسارة الدنيا والآخرة. فيا إخوان، العقيدة أمرها عظيم وأمرها مهم جدا. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم، لكن وش معنى الإسلام؟ أوله العقيدة. أول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، شوف هذا تعريفه، والانقياد له بالطاعة. ولا يكفي هذا، تتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو النجاة. حينما توضع في قبرك يأتيك الملكان ويسألانك عن هذا. ولكن الذي لا يعمل بالإسلام وإن تعلمه أو لا يخلص النية فيه، وإن كان متعلما فصيحا، يتلعثم في القبر ولا يستطيع الجواب، ويقول ها لا أدري. أما المؤمن وإن كان عاميا، إذا كان نيته صالحة وعقيدته طيبة ومحافظا على دينه، فإنه يجيب، يقول ربي الله
وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. مصداق هذا في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.